مشاهدينا الكرام، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، وأحييكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند القومي، وإلى حضراتكم النشرة الإخبارية وأبرز ما فيها. وزير وزارة الأشغال العامة هو زيارة له، مدير وكالة المياه بعاصمة هرديسة واستقباله لوفد موسع. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم بتفاصيل النشرة. أقامت أعضاء الجالية الصوماليلاندية المقيمة بدولة تركيا مناسبة استقبالية لوزير الأشغال العامة بجمهورية صوماليلاند بعد أن قام بزيارة عملية إلى تلك الدولة الشقيقة. أقيمت مناسبة احتفالية بدولة تركيا هدفت لاستقبال وزير الأشغال العامة معالي علي حسن محمد، والمتواجد حاليا بدولة تركيا في زيارة عملية تستغرق عدة أيام. هذه المناسبة التي أعدتها جالية صوماليلاند بدولة تركيا والطلبة الصوماليلانديين الذين يدرسون في الجامعات التركية. تحدث في بداية هذه المناسبة مندوب اتحاد طلبة الصوماليلانديين في دولة تركيا، تطرق من خلال حديثه المراحل المتعددة التي مر بها الطلبة والذين يدرسون في الجامعات التركية هذا. وتحدث رئيس جالية صوماليلاند بدولة تركيا سعادة عبد الله ورابع، رحب من خلال حديثه بوزير الأشغال العامة وقدم شرحا مفصلا عن دور الجالية في البحث عن اعتراف عالمي للصوماليلاند. وتحدث مدير قسم الإذاعة بوزارة الإعلام والإرشاد الوطني سعادة حسن محمد يوسف، حث من خلال حديثه الطلبة بالتعاون والتكاتف من أجل رفع اسم صوماليلاند عاليا. وفي نهاية هذه المناسبة تحدث وزير وزارة الأشغال العامة معالي علي حسن محمد، تطرق مطولا إلى الحالة العامة للوطن والمواطنين والحكومة الصوماليلاند هذا، كما تطرق إلى الأعمال التي تقوم بها وزارته في خدمة مواطني صوماليلاند هذا، كما أشار إلى استراتيجيات القومية لحكومة الصوماليلاند في تطوير البنية التحتية للبلاد. استقبل اليوم في مكتبه مدير وكالة المياه بعاصمة هرديسة سعادة محمد علي دارود وفدا من دولة ألمانيا. هدفت هذه الزيارة إلى اطلاعهم عن آخر مستجدات المشاريع التنموية التي تمولها حكومتهم، إضافة إلى استعدادهم لتمويل مشاريع أخرى في مجال توسيع شبكات وخزانات المياه. استقبل مدير وكالة المياه بجمهورية صوماليلاند سعادة محمد علي دارود في مكتبه صباح اليوم وفدا من دولة ألمانيا، وخاصة الهيئات التي تعمل في مجال تطوير مشاريع توسيع شبكات وخزانات وبناء المياه. هذا وعقب انتهاء اللقاء بين الجانبين تحدث إلى وسائل الإعلام المحلية المدير العام للوكالة بكلمة أشار من خلالها إلى أن الهدف الأساسي من زيارة الوفد تكمن حول استمرارية ومواصلة التعاون القائم مسبقا بيننا، والتي تركز دائما تقديم مساعداتها حول المياه وشبكاتها وبناء الخزانات. أما بالنسبة للتعاون القائم بيننا يمكن وصفه بتعاون مباشر ومختلف تماما عن طريقة التعامل معنا الهيئات الأخرى العالمية نحو الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأخرى. هذا المشروع الذي سوف تموله لنا دولة ألمانيا بالنسبة لنا مشروع مهم جدا، حيث سيستمر بناؤه لمدة 3 سنوات، كما سنعد له مناسبة وضع الحجر لإنشائه. وتبلغ تكاليف هذا المشروع بمبلغ يصل إلى 31 مليون يورو، كما سينفذ لنا إنشاء مشروع تطويري في مبنى الوكالة والذي سيكلف أيضا 131 مليون يورو. كما تحدث أيضا هناك رئيس الهيئة المعونات الخارجية لدولة ألمانيا بكلمة أشار من خلالها إلى سعادته البالغة لزيارته هذا البلد الذي ينعم أهله بالاستقرار والأمن والتطور. كما أضاف إلى حديثه برغبته الأساسية من هذه الزيارة والتي هي قيامه بجولة تفقدية بالمشاريع التي تمولها حكومته بجمهورية صوماليلاند. كما يسعدني جدا بنجاح المشاريع التي تولته حكومته بتمويلها بسبب استقرارية أهل هذا البلد ورغبتهم الشديدة إلى مواكبة استقرارية أهله. احتفلت المجتمعات الصوماليلاندية المغتربة بدولة نرويج بحلول مناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أقامت يوم الأمس صلاة العيد بإحدى المساجد التابعة للجالية الصوماليلاندية بمدينة أوسلو.
احتفلت جالية صوماليلاند بدولة النرويج بعيد الأضحى المبارك، حيث تم إقامة شعائر صلاة العيد بأحد المساجد التابعة للجالية. هذه المظاهر الاحتفالية التي اتسمت بالفرحة وتبادل التهاني بين أعضاء الجالية فيما بينهم صغارا وكبارا. هذا كما تحدث عدد من أعضاء الجالية صوماليلاند بعثوا بأسماء آيات التهاني والتبريكات من خلال حديثهم إلى أهاليهم وإلى صوماليلاند حكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى صوماليلاند باليمن والبركات. أعلن العضو السابق بالحزب الحاكم والذي انضم أخيرا إلى حزب وطني السيد سعيد علي روبلي، أعلن إلى وسائل الإعلام المحلية من خلال مقابلة صحفية عن اعتزاله عن عضويته بالحزب الأخير، كما وضع علامة سؤال عن رغبته في انضمام إلى حزب آخر. أعلن العضو السابق بحزب كلمية والمنضم إلى حزب وطني السيد سعيد علي روبلي، أعلن إلى وسائل الإعلام المحلية من خلال مقابلة صحفية باستقالته عن حزبه الأخير. هذا وأشار من خلال حديثه إلى أنه اتخذ هذا القرار الحاسم بعد تفكير عميق وتدبر استغرق لمدة 8 أيام ولياليها دون أن أستشير أي أحد من الأقرباء والأصدقاء. كما كنت أشغل منصبا مهما من الحزب ولي فيه يد طويلة في مساندته لرئيس الحزب وتوسيع وزيادة أعضائه وتقديم الآراء والأفكار النيرة لاستقطاب أكبر عدد من الشخصيات المهمة والبارزة بين المجتمع، حيث كان في آن انضمامي له منتمين للحزب أعدادا وأفراد قلة، ولكن في النهاية خابت كل آمالي ورجائي فيه بعد أن رأيت فيه سلبيات لا تعد ولا تحصى ومخالفة للقوانين وأهداف الحزب. وفي الختام سئل عنه إلى أي حزب سينتقل له، فأجاب قائلا: لا أستطيع أن أقول لكم بأنني سأتخلى عن مجال ساحة السياسة بالشكل النهائي، أما بالنسبة لسؤالكم فسأجيب عليه لاحقا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، قدمتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند القومي. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.